السلام عليكم. الخبير التحكيم الإنجليزي كلاتنبرغ يثور غضبا في حكم مباراة الزمالك مع المصري بسبب هذه اللقطة، ويفضح التحكيم المصري. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد فوز المصري على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم أحمد الغندور وحكم الفار محمود البنا، فقد دخل على الخط رئيس لجنة الحكام السابق الإنجليزي كلاتنبرغ وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الشرق الإماراتية، وقال: لقد شاهدت الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة، فهناك عدة أخطاء وقع فيها الحكم أحمد الغندور في تلك المباراة، ولكن الحالة المثيرة للجدل في هذه المباراة هل كرة زيزو تعدت الخط أم لا؟ فهنا نشاهد في هذه اللقطة أن الكرة عندما اصطدمت في العارضة لم تدخل بكامل محيطها داخل المرمى، فهناك جزء صغير على الخط، فهنا في هذه الحالة لم تحتسب هذه اللعبة هدف. فأنا شاهدت ردود الأفعال من جانب الإعلام الزملكاوي ومدرب الزمالك الذين قالوا أن هذه الكرة هدف، وأتوا بعدة صور لهذه اللعبة، ولكن هذه الصور الكرة لم تلمس الخط. أما لو أتوا بالصورة وهي على الخط فسيكتشفوا أن اللعبة ليست هدف، فهناك لعبة شبيهة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، فهنا نشاهد أن الكرة نفس لعبة زيزو بالضبط، والكرة لم تدخل بكامل محيطها داخل المرمى. ولكن هناك علامات استفهام كبيرة حول التحكيم المصري، فلماذا الحكم أحمد الغندور لم يطرد مدرب الزمالك جوميز الذي اعتدى على الحكم الرابع، وأيضا لم ينذر عبد الله السعيد؟ فأنا لو بحكم هذه المباراة كنت سأطرد مدرب الزمالك جوميز، وسأطرد أيضا عبد الله السعيد بسبب هذا الاحتجاج الغير لائق. فالتحكيم المصري دائما يجامل الزمالك. فأنا عندما كنت أتولى لجنة التحكيم في مصر واجهت عديد الأزمات بسبب مجاملة الحكام للزمالك ولرئيس الزمالك المجنون مرتضى منصور الذي دائما يخوف الحكام، والحكام بيعملوا له ألف حساب، لأنه بيطلع بعد كل مباراة ينتقد الحكام ويسبهم، ولا أحد يتحرك من اتحاد الكرة للدفاع عن الحكام. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.